شوف إخواني، هذا الحدث نقلوه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاكرين المسلمين غير الشيعة أنه عدد الصحابة اللي نقلوا هذا الحدث، حدث الغدير، عدد الصحابة 90 صحابي. إيش قد؟ 90 صحابي، ومئات الأسانيد لهذا الحديث، و83 تابعي نقل هذا الحديث، وفي أمهات المصادر عند المسلمين جميعا، إلى درجة ماكو مسلم الآن سني شيعي مع جل احترامنا لكل المذاهب، ماكو مسلم منصف يحترم نفسه يحترم عقله يقول هذا الحديث مو صحيح. لا، صحيح. كل المنصفين من كل الأمة الإسلامية قالوا صحيح، بل 100% صحيح. ماكو عندنا حديث مثل هذا الحديث. شاش عندكم بعد وياه قالوا المعنى ماله ما يدل على إمامة علي. هو صح الحدث والحكي صح والنبي قال، بس ايش دعوة طيرتونا يا الشيعة؟ ما يدلل على أن عليا عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ أقوى شيء ذكروه إلى هذا الزمان، من أول الإشكاليات من وراء 100 سنة طلع الحكي يعني على دلالة حديث الغدير، وإلى الآن قرابة 1000 سنة. أقوى إشكال وأنا مسؤول، والحكي ينقل بث مباشر، أنا مسؤول. أقوى إشكال طرحوه على حديث الغدير هذا الإشكال اللي راح تسمعونه، أقوى منه ماكو. هذا أقوى إشكال. شنو هو؟ قالوا من كنت مولاه، مو معنى المولى يعني الولي المتصرف بالأمر القائد الزعيم، لا، من كنت مولاه المقصود من كنت محبا له فعلي يحبه، من كنت ناصرا له فعلي ناصر له. الحكي مو يم الولاية، مو يم التنصيب والخلافة، لا، حكي حب ومودة. إيش قالوا علماءنا الله يرحم الماضين يحفظ الباقين الموجودين؟ قالوا علماءنا عمي يواش على كيفكم ويانا، طونا على قد عقولنا. أكو عندنا ما يعرف بالقرائن الداخلية. يجوز بعض الشباب أول مرة يسمع بهذا المصطلح. شنو القرائن الداخلية؟ قالوا أول شيء، والله احسب وياي جزاك الله خير، لا تخلي هذا الحكي يفوتك. أولا قالوا عقلا هذا النبي المعروف بالحكمة، معروف برجاحة العقل، نبي مو أي واحد إنسان من الشارع، قاد دولة إلى الآن بالأرقام القياسية أقوى 100 نفر أثروا بالبشرية. رقم واحد العباقرة اللي أثروا بالبشرية الغرب كاتبينه مو إحنا. رقم واحد محمد صلى الله عليه وآله. تحب تكرهها، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحب تكرهها تريده تؤمن به تكفر به، هذا شيء آخر. النبي عبقري، هذا النبي العبقري المعروف بالحكمة عند الجميع عند الكل. هذا يوقف الحجاج بالحر، الراح بعيد صيحوه، المتأخر جيبوه، كتلهم العطش، قطعتهم الشمس. بعض الصحابة يقولوا ننزع عبينه نص نخلي جوا رجلينا ونص فوق روسنا من قد الحرارة، حرارة الحجاز. إذا واحد طالع للحج للعمرة شايفين كلش حار ما يطاق، يعني صحراء قاحلة. موقفهم النبي آلاف مؤلفة، هاي القرائن الداخلية، هاي واحد. موقفهم النبي حتى يقلهم اللي كنت أنا أحبه علي همي يحبه. بالله هذا مقبول؟ هذا يصير يعني واحد يفكر به؟ يعني أكل الآن حملة دار يسويها، حملة دار من عندنا، رايح للزيارة ماخذ جماعة للزيارة، يوقفهم نص شول بالصحراء، انزلوا يلا النسوان نزلوا اصطفوا جيبوا كذا، شكوش عندك؟ والله هذا خوش سايق، هذا اللي يسوق لنا خوش سايق. بالله بشرفك هاي سنته. هذه واحد تفتولي. ثانيا من القرائن الداخلية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول حكاية بداها نعى نفسه، مو لا، قال راح أموت، نعيت إلي نفسي، يوشك أن أدعى فأجيب. زين الله عليكم، الإنسان قبل ما يموت شو يحكي؟ يوصي، صح لو لا؟ هاي وصية النبي، هذه وصية لرسول الله، يوصي بشغلة بسيطة وعادية، لو المفروض يوصي بمستقبل رسالته ودينه، هذا المفروض. هاي
ثالثا، أنا أسأل كل مسلم عاقل خصوصا في هذه الأزمنة، يعني أنا أسألكم، وأنتم الآن البث المباشر موجود واليوتيوب موجود، واكتب على اليوتيوب مثلا مراسم تنصيب ولي العهد، بس تكتب تطلع لك مجموعة من الدول عندهم نظام ولي عهد، ملك وولي عهد، وشوف مراسم التنصيب. ثقوا من دون قسم، من دون يمين، ثق ما راح تلقى أي ملك سوى مراسم لتنصيب ولي عهد أقوى من السواها النبي. يعني شي سوى أكثر من هيك النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم هو إن شاء الله أكثر من هذا. شي يسوي النبي؟ يعني الآن جيب أي ملك، أي زعيم، أي حاكم يريد يسوي مراسم تقليد ولي عهد إله أكثر من سوى النبي، شي يسوي؟ شلون بعد تفهمونها؟ يعني هو هذا يطلع يقول أيها الناس أنا كنت ولي الأمر، هذا ولي الأمر وراي. هاي هي، تمام لو لا؟ هاي بالحكايتين، أكثر من هذا ماكو. زين، بعدين آخر شيء هذا أقوله، آخر شيء، بعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاب حكاية تستعصي على التحريف. صدقوني، تدرون إيش قال؟ ألست أولى بكم من أنفسكم. يعني بنفس هاي الولاية، بنفس من سنخها، من جنسها، من طبيعتها، ألست أولى بكم من أنفسكم. هم لو قايل يجوز أكو فاصلة ساعة ساعتين، أو فاصلة ثم هاي للتراخي، أنا وليكم ثم علي، يعني يراد لفت 20 سنة 40، لا، جاب في اللغة العربية فاء التفريع والتتابع، احنا عرب. قال من كنت مولاه، بنفس هاي الولاية فعلي مولاه. شلون حكى هذا محبه وناصره؟ بعدين نفس القرآن الكريم قال في سورة الحج، الله عز وجل فرق ما بين الولي وما بين النصير. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، إلى أن يقول هو مولاكم نعم المولى. جاوبوني، ونعم النصير. لو كانت المولى بمعنى النصير، الله عز وجل يقول نعم المولى يسكت، قال لا، نعم المولى ونعم النصير. النصير غير المولى، المولى غير النصير. كلام أكثر من هذا لكن وقتي انتهى. أسأل الله عز وجل في الختام أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إله الحق آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من أولياء علي وآل علي، ببركة الرسول محمد والصلاة عليه بأعلى أصواتكم.